اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاتي 2 كيلو ليمون قضاليا وتعالي يلا نملحهم مع بعض ينفعونا في سفرتنا في رمضان. أول حاجة أنا معايا 2 كيلو ليمون، هقطع على 4، مش هفتح الليمونية للآخر. وهسلقهم، هديهم نص سلقة. انتي لو مستعجلة عليه خليه 3/4 سلقة، مش هياخد معاكي وقت في التمليح. بس انا هديله غلوتين 2 بس. هنا بقى هغير عليه المية وهسيبه في يومين، اغير عليه المية ينزل المرارة بتاعته، يعني 3 4 مرات في اليوم كده غيري له المية بتاعته. هنا انا معايا عصفر وحبة البركة، بيبقى طعمه حلو جدا. معايا جزرتين مبشورين، ملح معلقة، معايا هريسة شطة هحط معلقتين، ده للحشو اللي انا هحشي بيه الليمون. هقلب بقى كل الميكس اللي معايا ده. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير. هحشي الليمونة، هخلص كل كمية الليمون اللي معايا. بيبقى زبدة الليمون ده لما بيتملح بيبقى طعمه زبدة. انا معايا فلفل اخضر ده حار، هعبي بقى كل الكمية بتاعتي. بصي هو الليمون ده بياخد وقت في التسوية شوية، ممكن ياخد من 20 يوم ل25 يوم. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. كل كوباية مية عليها معلقة كبيرة هرمية ملح، هدوبها كويس واحط معلقة هريسة شطة. جربي الطريقة دي ان شاء الله وهتعجبك. عشان المخلل اللي ينجح معاكي كويس، المية اللي انت بتستخدميها لازم تكون من الفلتر، ما عندكيش فلتر اغليها من بالليل وسيبها تبرد خالص واشتغلي بيها تاني يوم. هنا بقى انا هنزل المحلول اللي انا حضرته على المخلل واتاكد ان انا المخلل كله واصله ميه، واشوفكم في فيديو جديد.